سجل طلاب جامعة جونز هوبكنز انتصارا جديدا، حيث توصلت الجامعة مع الطلاب المحتجين دعما لقطاع غزة إلى اتفاق بشأن تفكيك الاعتصام الذي أقاموه للضغط على إدارة الجامعة لوقف دعم الشركات والمؤسسات المشاركة والداعمة للحرب في قطاع غزة. وبحسب بيان للجامعة، وافق المتظاهرون على إزالة خيام الاعتصام، فيما وعدت الجامعة بمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تدعم الاحتلال وحربه في غزة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أربكت الحرب على غزة حفلات التخرج بالجامعات، حيث تناوب الطلاب خلال صعودهم على المنصة الخاصة بحفل التخرج لتسلم شهاداتهم الجامعية في جامعة بيتزر الأمريكية على تسليم عميد الجامعة لعلم فلسطين. كما ضجت القاعة التي شهدت حفل التخرج بهتافات الطلاب المؤيدة لفلسطين وهم يرفعون أعلاما فلسطينية بالحجم ذاته. وفي جامعة فيرجينيا كومنولث غادر عشرات الطلاب حفل تخرجهم احتجاجا على موقف حاكم الولاية من المظاهرات التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرا. وقبل ساعات من حفل التخرج في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، قام بعض المتظاهرين بطلاء مبنى الحرم الجامعي باللون الأحمر احتجاجا على الحرب على غزة. وما زالت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تمتد وتتوسع في الجامعات في سائر أنحاء الولايات المتحدة.